لو ادري راح نحط فيش موقف يا بنت شرفي ما كان حطيت هاي الهدوم علي. ادري شنو احنا هنا جايبين خراعه خضره، يجي واحد زباله عنده سلطه اعلى مني، طاح افضل الوقت والله. حازم انت تدري الوضع شلون ماشي بالعراق، ان شاء الله يجي يوم ويتغير الوضع. هي حكت لو ساكت احسن لك. ادري وانا انتظر الوضع يتغير. يا ابو محمد اذا بقى الوضع هيجي. حازم منها بسبيريه وتقتحم مكتبي بهذا الشكل؟ شنو موضوعك شكو؟ سيدي انا لازم اسالك هذا السؤال. انا ما عندي شيء اجاوبك عليه، مفهوم؟ لا سيدي، بس اريد افتهم هاي الرتب بعد من اللي يحترمها منو لا؟ حازم انت تعرف شيء وانا اعرف شيء، انا وانت ننفذ الاوامر اللي تجي من فوق وبس. سيدي ما عندي مشكله الاوامر تجي من فوق، بس اريد اعرف الفوق منو؟ حازم لا تصعب الامور، المواضيع معقده ومو من مصلحه اي واحد يتدخل بيها. ما يحتاج انا افهمك وما يحتاج اني اشرح لك شلون تصير الامور. ضروري افتهم سيدي، انا مني جيت انتسبت للداخليه انا وغيري حتى نضحي بنفسنا، مو اجي القى الداخليه تتعامل ويا هيك نماذج. لا تتجاوز حدودك، لا تتجاوز حدودك، ترى اسوي لك اجازه وعطله مفتوحه، مفهوم؟ على شنو عطله مفتوحه؟ اقدم استقالتي واروح اشتغل ويا هذولاك. حازم برخصتك سيدي، انت تدري حازم حريص على شغله وحرصه زايد على سمعه الداخليه، خلينا نهدي شويه وان شاء الله يصير خير. يلا يلا نصرفوا، يلا صرفوا. قدم حازم، حازم اوقف تحت وياك. انت تعرف الموضوع مو يمه، الموضوع اكبر من عندنا كلنا. اكبر من عندكم مو من عندي. انا راح اقدم استقالتي ودقيقه ما ابقى هنا بعد. حاليا هو هذا الوضع، تريد تغير الوضع؟ خلينا نشتغل على هذا الموضوع. اذا قدمت استقالتك راح تخدم هذولاك وما راح تخدم المؤسسه هذه. كبر عقلك، اسمع كلامي، اهدى وامشي.